لعبة جيم، لو كسبها تقوم حرب ولو خسرها سمعته تنهار. يعمل ايه؟ قصة اللعبة اللي ورا اللعبة. بحسب الكتاب اللي بيتكلم عن تاريخ الذكاء الصناعي، كتاب سوبريمسي، معظم الناس ممكن تبقى عارفة قصة الموف 37 او الحركة 37 اللي الناس فيها افتكرت ان الاي اي المدعو الفاجو غلط، وطلعت الحركة دي هي سبب مكسبه قدام بطل كوريا الجنوبية في لعبة جو لي سيدول سنة 2016. الحركة اللي خلت البشر لأول مرة يحسوا ان ممكن الذكاء الصناعي يبقى عدى ذكائهم المعتمد على كل ما هو مألوف. لكن مش كل الناس تعرف ان القصة دي ليها سيكوال او جزء تاني بنفس قدر قوة الجزء الاولاني من القصة. مكسب الفا جو قدام لي سيدول في كوريا الجنوبية شجع جوجل وقتها انها ممكن تعزز علاقاتها مع الصين بانها تروح تنظم معاهم ايفنت يكون فيه لعب مشترك للعبة اللي بيحبوها، لعبة جو. حاجه كده زي ما امريكا والصين نظموا زمان سنه 1971 دوره بينج بونج يلعبوها لتعزيز العلاقات الدبلوماسيه ما بينهم من تاني بعد الكولد وور وقتها او الحرب البارده. احاسيس حلوه ورقيقه وجميله طبعا، بس ده حط ديميس حسابس تحت ضغط فظيع. ديميس كان هو الرئيس التنفيذي لشركه ديب مايند، الشركه اللي كانت جوجل استحوذت عليها لابداعاتها في الذكاء الصناعي. واحده من الابداعات دي كان هو الذكاء الصناعي الفا جو، اللي كان اتعلم من لعب جو كتيره جدا للدرجه اللي وصلته انها تخليه يكسب لي سيدال عن طريق حركه غير مسبوقه للبشر. طيب ليه دينيس حس بضغط؟ لانه في مسابقه زي كده لو راح بالفا جو الصين ولعب بيه قدامه احتماليتين مالهمش تالت: يا هيكسب وده الاحتمال الدارج بعد لي سيدال، مما هيترتب عليه ان الناس هيبتدوا يبصوا على الذكاء الصناعي ان هو اللي عمال يكسب بشر وبالتالي هو خطر على البشريه كلها. ولو ده ما حصلش مش بعيد الصين نفسها تقلق من الذكاء الصناعي الامريكي كسلاح محتمل، فتقوم سونر اور ليتر حرب سرفايفل بسبب الذكاء الصناعي. يا اما الاحتماليه الثانيه انه لتجنب النكد ده كله يفسد شويه من الليرنينج بتاع الفا جو فيخسر عمدا. بس لو ده حصل فهو بيحكم على سمعته وسمعه فريقه بالاعدام بعد النجاح الغير مسبوق اللي كانوا وصلوا له. خلاص احتماليتين عملوا له قفله العن من قفلات لعبه جو نفسها. طب يعمل ايه؟ قعد يفكر لحد لما جات له فكره عبقريه. تاني يوم الناس لقيته جاي المسابقه عادي، فبيسالوه فين الفا جو؟ قال لهم مفيش الفا جو. فلما سالوه امال في ايه، طلع لهم منتج جديد، موديل اسمه الفا جو ماستر، وهو نسخه معدله مطوره من الفا جو. وبدل ما هتشتغل على كمبيوترات وسيرفرات عاديه زي ما حصل في كوريا الجنوبيه، هتشتغل على الشيب المخصوصه الجديده اللي عملتها جوجل. وبكده فلت ديميس باذكى لعبه من الموقف الصعب. ازاي؟ تعال اقول لك ازاي. اللي ديميس فكر فيه ان بوجود الظروف الجديده دي الفا جو ماستر والجوجل شيب، فلو خسر الخساره هتبقى مبرره جدا لانها هتبان قدام العالم وكانها تجربه لموديل جديد بغرض الابداع والتطوير. ولو كسب فهيبان قدام العالم ان ده ما كانش بالساهل، وان جوجل وامريكا كان لازم يجيبوا اخرهم ويطوروا حاجتهم عشان يعرفوا يكسبوا. وفي حد ذاته ده يبقى احترام للصين وللبشريه كلها. اند جس وات، الفا ماستر كسب. لكن ديميس طلع كان عنده حق وما كانش مهسهس، لان الماتش اثناء عرضه في التلفزيونات في الصين فجاه تم حجبه لما ابتدى يبان ان الذكاء الصناعي بيكسب بطل العالم في الصين. ومحدش في الصين عرف النتيجه بعدها خالص. الحاجه اللي اتاكد ان ديميس باللي عمله انقذ العالم من حرب عالميه ثالثه كانت ممكن تقوم بسبب لعبه. الدرس المستفاد ان اللي بيكسب اللعبه مش هو بجد اللي بيكسب اللعبه، انما اللي بيلعب لعبه عشان يكسب غريمه اكتر من اللعبه. انت بقى عمرك لعبت لعب كان ممكن تكسب فيها بس عديتها للي قدامك عشان فارقه معاه اكتر منك؟ شاركني في الكومنتات، ولايك وشير وفولو لو عجبتك الحلقه دي. باي.